يعني تدخل عليا واحده العياده تقول لي ايه يا دكتور انا عندي ليبيديميا. عندك ليبيديميا ازاي يعني حضرتك؟ والله انا قالوا لي ان انا عندي ليبيديميا وملهاش علاج. هو حضرتك اي رجل بقى فيها شويه تعرجات ولا شويه سمنه بقت ليبيديميا؟ لا طبعا الكلام ده مش صح. الليبيديميا بتحصل في الدراعات وممكن تحصل في الدراع وفي الرجل. السيلولايت بيحصل في الرجل بس ما بيحصلش في اي حاجه تانية. خلي بالك الليبيديميا بيكون معاها تورم، بيكون معاها وجع، بيكون معاها الم مش محتمل، فلازم بنعمل سونار وبنعمل تشخيص وبنروح لدكتور يتاكد بالاشعه بتاعتنا وبالفحوصات انت عندك ليبيديميا ولا لا. وكمان مختلفه تماما في الشكل عن السيلولايت، حتى لو ظاهريا شبه بعض بس ده مختلف. السيلولايت ده مجرد قشر برتقانه شويه تعرجات بسيطه بتبقى حاصل نتيجه ان الكونكتيف تيشو او ان الالياف بتاعت النسيج الضم ما بقتش بنفس الكفاءه بتاعتها، وده هقول لك دلوقتي ليه. لكن ده مش بيبقى معاه الم، مش بيكون معاه ورم، مش بيكون معاه اعاقه في الحركه بتاعتك زي ما بيحصل في الليبيديميا. ما بتحتاجيش في بعض الحالات جراحه لو الحاله كبيره، ما بتقلبش عندك بداء الفيل. طيب ايه اسباب الليبيديميا؟ اسباب الليبيديميا بتبقى غالبا مشكله في الجهاز الليمفاوي والتصريف عند السيدات. اما السيلوليت ده بيكون سببه اما كورتيزول، اما ادويه منع حمل، اما بيكون نتيجه ضعف في العضلات او ضعف في التصريف الليمفاوي، ولكن مش مشكله في الجهاز الليمفاوي، ضعف فقط في التصريف. بيكون نتيجه عدم ممارسه رياضه، بيكون نتيجه جفاف، بيكون نتيجه سايد جانبي لبعض الهرمونال ثيرابي اللي السيدات بتاخدهم. وده حاجه بتحصل عند كل الستات لانه بسبب ايه؟ بسبب ان الاستروجين زياده وفي هيمنه في الاستروجين، فبيبقى الكونكتيف تيشو ضعيفه والتستوستيرون قليل، فالعضلات بتاعتك اضعف، فعندك لايبيليتي اكتر ان يحصل لك نسبه سيلوليت